سؤال على 10000 جنيه من الحاج حامد. المصري ما اعرفش والله. الناس بقى في الكومنتات هي اللي تجاوبك يا عم. الناس اللي هيجاوبنا له مسابقه 10000 جنيه. يا حامد اخويا، بما انك بقى ايه عالم من اعلام الملابس، مش في دمياط، لا في مصر، السؤال بقى سهل. على كام؟ سؤال على 10000 جنيه ماشي. اهو. حاجه ليها راس ولها بق وملهاش عيون ولا مناخير وملهاش رجلين. حاجه لها راس وبق وملهاش عيون ولا مناخير حاجه لها راس وبق وملهاش عيون ولا مناخير ولا رجلين. هات كده مصري. اتفضل. يلا. لا تعال تعال تعال. يا عم الاسئله اللي انت بتسالها يا عم. لا 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 مش هتمشي. انت لا 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 بتدخلنا مش في حاجات هتمشي. لا هتخلي لا. دماغنا كده تروح شمال يا عم. على فكره عيب ان انت ما تعرفش السؤال ده. يا حبيبي انا ما اعرفش السؤال. اه. حاجه لها راس وبق بق وملهاش عيون ولا مناخير ولا ودان. ما اعرفش والله. الناس بقى في الكومنتات هي اللي تجاوبك يا عم. الناس اللي هيجاوبنا له مسابقه 10000 جنيه. لك التعبان اهو. مستني الكل يجاوب على 10000 جنيه للناس. والله العظيم يا جماعه الراجل ده بيقدم محتوى هادف، والراجل ده بصراحه بيعمل حاجه بتفرح كل دمياط، وانا من الناس المشد المعجبين بيه لانه بيقدم عظمه. وعايز اقول لكل الناس تتابعه لان بصراحه صفحته مسليه جدا وبتنزل اسئله وبتنزل حاجات جميله. ومستني كل الناس في الكومنتات تكتب لنا في الكومنتات الاجابه وتعمل متابعه للمصري علشان المصري ده رقم واحد. رقم واحد مع الحاج حامد اكسكيو رقم واحد.